فأنا عايز أقول إنه كلما قرأت وتعلمت واتسع نطاق علمك كلما رأيت المسألة بصورة مختلفة. وألف كتب بقى تانية برضو كده صغيرة أنا مش حافظها دلوقتي، لكن في المسائل الدقيقة دي تثبت عكس ما هو شائع ويذاع. إنما في ناس يا أخي يزكون ويعملوا النار كده اهو علشان تفضل مشعللة. ليه؟ يقول لك اهو ما بيشتمونا، ما بيقتلونا، ما بيعملونا. يا اخوانا نحن في زمن نحتاج إلى الوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن يجب علينا أن نتحد. واحد بيقول وإيه بقى المتفق بين أهل السنة والشيعة؟ ده ما فيش حاجة خالص. قلت له أظن أن الشيعة تتوجه إلى البيت الحرام، والشيعة تؤمن بإله واحد هو رب المسلمين ورب العالمين، والشيعة تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، والشيعة تؤمن بالقرآن، والشيعة تصلي الخمس، والشيعة تصوم رمضان، والشيعة تحج البيت، والشيعة تحل البيع وتحل الزواج وتحرم الخمر والزنا. هو ايه المختلف؟ انت واخد بالك؟ فاذا بلاش كده، بلاش الايه، كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع.